ابني مهما حفظته بتكون النتيجة زي الفيديو اللي هوريهولكوا ده دلوقتي. هنشوف الطفل مهما قلتله الحاجة برضو بيتلخبط فيها. ايه السبب؟ خليكوا معايا لحد اخر. مين ده؟ شطور. مين ده يا ادم؟ خباز. شاطر. مين ده يا دودو؟ مهندس. ايه؟ مين ده يا دودو؟ ركز. حاجتين مهمين جدا يخلوني مهما حفظت الطفل هو بينسى. اول حاجة ان هو ما عندهوش ذاكرة بصرية، يعني بيشوف الحاجة ما بيحفظهاش ومش بتطبع في دماغه عشان يعرف يفرق ما بينها وما بين حاجة تانية. نفس القصة لو انا الطفل بكلمه وهو مش بيبص في عيني ومش بيبص على الحاجة اللي انا بسأله عليها، فبالتالي بيبقى ما عندهوش تواصل بصري وما بيبصش كويس، فالذاكرة عندي بتكون واقعة، فبالتالي مهما عدتله وحفظته الحاجة بيبدأ ينساها. يبقى مهم جدا ان انا دلوقتي مش هشتغل على حفظ الحاجات، انا هشتغل على الذاكرة البصرية وان انا اقوي التواصل بتاعه والتركيز والانتباه عشان يعلى معايا في انه يعرف يحفظ، في انه الذاكرة البصرية تعلى والذاكرة السمعية ويركز كويس.